زرت واحد صديق لي عند مسجد الراجحي. اي. وسلمت عليه وقلت له يعني وش سبب انتقالك الى البيت اللي جنب مسجد الراجحي؟ قال يا ابو عبد العزيز قبل فتره جيت وصليت مسجد الراجحي وشفت هالناس اللي في الصفوف الاولى وكل واحد مصحفه قدامه ما شاء الله، وينتظرون من صلاه الظهر لصلاه العصر، وبعض الناس يجي من الشفا ويجي من مناطق بعيده عشان يصلي على الجنائز. فحطيت في بالي اني اسكن جنب هالمسجد علشان اجد الخير اللي هم واجدين. يقول يوم جيت وشريت البيت هذا وسكنت صرت يقول لقيت اسرار كثيره في هالمسجد غير اللي انا كنت مفكر فيها. قلت وش هي؟ قال حنا نجي ونحضر ونصلي على الجنازه في البدايه ونرجع لبيوتنا، لكن اتضح ان في ناس عندهم اعظم يمشون مع الجنازه الى المقبره، والراجحي حاط له باصات تركب فيها يوديك المقبره ولين يدفن وترجع. في شيء ثاني قلت وشو؟ قال يروحون يزورون مريض في المستشفى اللي قدام، في مستشفى الظاهر المواساة قدامهم، يركبون 10 15 يزورون مرضى ما يعرفونهم. مستشفى وزارة الصحة مستأجرة في المستشفى عدد من الأجنحة وحاطين اللي هم طويلين الأمد في المستشفيات. فيقول يجون يزورون الغرفة الأولى والثانية ويسلمون على اللي فيها من كبار السن ولا من المرضى ويدعون لهم ويرجعون ثاني مرة، ثم يشترون وجبات يوزعونها على الفقراء. فمحققين الحديث اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من مشى في جنازة، من صام اليوم، من أطعم مسكين، ومن عاد مريض. فحققوا في الحديث هذا الأشياء هذه. يقول كنت أول أظن الإطعام هو الدفع الفلوس، لا يجب أنك تطعم أيضا بالأكل. فيقول أمر محل بروستد واشتري لي 5 وجبات وانتظر العمال اللي محتاجين واعطيهم على وجبة واروح لبيتي. فأبغى أحقق عملية أني أصلي على متوفى وأزور واروح له في المقبرة وأزور مريض أتصدق بصدقة وأطعم طعام. فيقول الخير يا عبد الله يجر الخير. إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك مثل ما قلت أن يكون عندك صاحب صالح، المرحلة الثانية بيعطيك إياها ربي، المرحلة الثالثة بيعطيك حتى تجد نفسك يعني سبحان الله يمكن لو أقسمت على الله لأبرك من صلاحك ومن ممشاك. هذا من جميل أحاديث اللي ودي أنقلها للمشاهدين. الإنسان كل ما توجه الخير الله يجره الخير الثاني. والبيئة تساعد، الجو يساعد، الحارة والجيران يساعدون أيضا على هالأمر.